في لحظة بتحس ان انت فوق جسمك، شايف كل حاجة بس مش قادر تتحرك، مش عارف انت فين ولا امتى ولا حتى ايه هنا. في حتة كده في العقل محدش بيوصلها بسهولة، نقطة ساكن فيها كل الحالات اللي بنخاف منها بس عمرنا ما بصينا عليها بشكل مباشر. نقطة لو قربت منها زيادة الدنيا حواليك بتبدأ تتفكك، الأصوات بتتشوه، الوشوش بتسيح، الوقت بيقف. الناس اللي مروا بتجربة الخروج من الجسد بيحكوا عن لحظة توقف فيها كل حاجة بس العقل كان شغال، بس مش عقلهم اللي عرفوه. واحد منهم قال كنت سامع كل حاجة بس الأصوات كانت طالعة من جوايا مش من بره. واحدة تانية قالت كنت ماشية في ممر طويل بس رجلي ما كانتش بتلمس الأرض، كنت حاسة بحاجة بتراقبني من فوق ومن تحت من جوايا. النقطة دي مش حلوة ولا غيبوبة ولا حتى موت، دي حالة أعمق من كل ده، اسمها للبعض الوعي اللي بعد الحقيقة. لو عقلك اللي بيحدد لك الواقع، ايه اللي بيحصل لما عقلك يتفصل أو ينقسم لنصين؟ نص بيحاول يهرب ونص تاني بيستسلم. ساعتها تبدأ تشوف حاجات عمرك ما شفتها لأنك كنت عامل لا علشان ما كنتش مستعد. لو في مرة حسيت انك مش انت، كل حاجة حواليك عبارة عن ضباب، هتفهم انك قربت من النقطة دي ومفيش ضمان انك هتعرف ترجع تاني. في ناس بيقعدوا هناك يوم، سنة أو عمرهم كله واحنا بنشوفهم عادي بس هم جواهم لسه هناك في النقطة اللي بعد الوعي.